الساعة كانت 3 الفجر وكنت نايم على السرير ماسك الموبايل كالعادة، وفجأة أسمع حد بينادي عليا من الشباك. حاولت إن أنا أقوم أشوف مين بينادي بس ما لقيتش حد. أنا استغربت لأن الساعة كانت 3 الفجر، مين هينادي عليا دلوقتي؟ بعدها دخلت الأوضة بتاعتي تاني بس مفيش دقيقتين وأسمع حد برضه بينادي عليا. رحت فتحت الشباك وحاولت أشوف مين بينادي، لقيت ولد صغير واقف في نص الشارع وعمال يبصلي وينادي عليا. أنا معرفوش، أنا أول مرة أشوفه. قلت له أنت مين؟ ما ردش ولا حتى اتحرك من مكانه، بس فضل ينادي عليا بنفس الصوت. وانا باصص عليه سمعت فجأة صوت حاجة بتعدي من ورايا. انا بصيت ورايا بس ما لقيتش حاجة في الأوضة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا كنت حاسس برهبة غريبة، انا حاسس ان انا قلبي اتقبض كده وخفت. قفلت الشباك بسرعة وقلت ماليش دعوة، ودخلت الأوضة بتاعتي اتغطيت ونمت. بس مفيش دقيقتين الاقي النور قطع. النور قطع في الشقة كلها. قمت بسرعة ولعت كشاف الموبايل علشان اروح لوالدتي جوه، بس فجأة اسمع حد بيخبط على الباب جامد جدا. انا طبعا اتخضيت، رحت اشوف مين بيخبط الساعة دي. رحت جنب الباب وفضلت اقول مين؟ محدش بيرد. مين بيخبط؟ مفيش اي حد بيرد. معرفش ليه وقتها جالي فضول ان افتح الباب واشوف مين. حاولت افتح الباب بشويش كده، مين هنا؟ مفيش اي حد. قفلت الباب بسرعة وقلت خليني اخش اشوف اخواتي جوه. لقيتهم الحمد لله نايمين في مكانهم والدنيا كويسة. رجعت الأوضة بتاعتي تاني وقلت استنى لحد ما النور يرجع. مسكت الموبايل بتاعي وكالعادة فضلت اتفرج على الفيديوهات اللي كنت بتفرج عليها. وانا بقلب في الفيديوهات طلع لي فيديو لمذيع وكان بيقول حاجة غريبة. لقيته في برنامج على الهوا وكان بيحذر المشاهدين وكان بيقول أهلا بكم في برنامج الحقيقة وبس. يا جماعة، ظهرت شكاوي كتير من ولد غريب بيقف قدام البيوت بالليل وكان بينادي على الناس. في ناس بتقول إنه حرامي وفي ناس تانية بتقول إنه مش بشر، يمكن يكون جن. خلوا بالكم يا جماعة، اقفلوا الشبابيك كويس والبيبان، وخلي بالكم الواحد مش ضامن الأيام اللي جاية فيها إيه. انا اتجمدت مكاني. ده نفس الولد اللي كان تحت بيتي. لا لا لا،